قد ايه متحمسه الفيديو النهارده، انتوا مش متخيلين. شفت فيديوهات كتير جدا لفوانيس رمضان اعاده تدوير، بس ده فيديو مختلف تماما. ايه الموضوع؟ هحكي لكم القصه من الاول. الموضوع باختصار ان طلع السنه اللي فاتت ترند لشكل فوانيس معين كده، وكنت مهتمه جدا ان انا يعني الاقيه في اي مكان. نزل عند بعض من البيجز، يعني غالي جدا وكان اسعاره مبالغ فيه، فقررت ان انا هصنعه بصراحه يعني. ده اللي انا فكرت فيه السنه اللي فاتت، ان انا اصنع الفوانيس دي. وفعلا رحت لورشه فخار في قرية الفخارين، وكنت عايزة أعمل الفكرة دي، بس وقتها هم كان خط الإنتاج بتاعهم مشغول جدا، وما كانش عندهم وقت إن هم يجربوا منتج جديد، لأن كان داخل عليهم بقى فترة رمضان والموسم وكده، فمفيش أي مجال إن هم يجربوا ديزاينز جديدة أو كده. ففضلت القصة بتاعتي دي بقى ايه، يعني معمول لها كده فريز لغاية السنة دي لما رحت تاني قرية الفخارين. وانا بتجول هناك لقيت ورشة من يعني اشطر الورش اللي ممكن تتعاملوا معاها. مركزين قوي السنة دي في فكرة الفوانيس دي بتاعت رمضان، وبيلونوها كمان هم بألوان على مزاجهم، بس انا ما حبيتش كده. انا حبيت ان انا اشتري الفوانيس بدون لون والونهم انا بدرجات اللون اللي انا عايزاها، يعني رغم ان هم كانوا عاملين تقريبا حاجة مشابهة جدا للي انا عايزاه، بس درجة الاوف وايت اللي هم كانوا ملونين بيها ما كانتش عجباني قوي، والذهبي كمان اللي هم استخدموه برضو الدرجة بتاعته ما كانتش يعني اللي انا بدور عليها. فقررت ان انا هاخد الفخار وهلونه بالوان الاكريليك. انا كده كده الالوان دي موجودة عندي وبستخدمها دايما، فخلاص. وطبعا السعر قل غير لما اخد الحاجة متلونة جاهزة ومتفنشة، فبالنسبة لي كانت صفقة لطيفة قوي. وطبعا مش هنسى اقول لكم ان سعرهم كان خرافي، كان تقريبا ربع سعر الحاجات اللي بتتباع اونلاين، وحجمها كان الضعف تقريبا. يعني عايز اقول لكم ان الفوانيس دي في الحقيقة اكبر من شكلها في التصوير. هي فعلا مقاسها ضخم، يعني مش ضخم قوي بس مش صغيرة خالص، يعني مقاسها معقول جدا لديكور مكان واسع. ولو حتى المكان مش واسع، واحدة او اتنين بكتير قوي هيبقوا كفاية جدا، يعني يبقوا ستيتمنت كده، عارفين اللي هو ايه، لوحدهم دول ديكور كافي، مش محتاجين اي حاجات تانية اضافية جنبهم. في اخر الفيديو ان شاء الله هتشوفوهم لما يعني فنشتهم وخلاص بقوا مجهزين، وكمان عملت بيهم ستايلنج كده، هتشوفوا شكلهم. وعايزه اقول لكم ان انا مش هستخدم دول كلهم في الديكور عندي في البيت، انا هوزع منهم كمان هدايا. فمتحمسه جدا بقى للفكره دي. انا عموما بحب ان انا اهادي الناس بحاجات انا بعملها، وخصوصا لما بتبقى حاجات مختلفه وجديده، وفي نفس الوقت كمان بتبقى ترندي وبيشوفوها يعني على السوشيال ميديا كتير وكده، وبعدين يتفاجئوا ان انا بقى ايه هديتهم بيها. يعني فالموضوع ده بالنسبه لي بيبقى حماسي قوي. وانا بكمل معاكم تلوين الفوانيس، عايزه ادردش معاكم في موضوع كده متعلق بالحسد. تمام. هو احنا عادة يعني اغلب الوقت الناس بتحس ان هي مثلا ممكن يعني ممكن حد يحسد حد على فلوس عنده، او مثلا على ان هو مثلا عنده اولاد او كده، حد تاني ما عندوش. واغلب الوقت الموضوع بيبقى كله مادي مادي، يعني يعني فكرة انه حد يحسد حد على حاجة تانية دي يعني مش متاحة. وفكرة ان الاغنياء ما بيحسدوش، ودايما الناس اللي معاهم فلوس اقل هي اللي بتحسد، بتبقى مسيطرة على الناس. بس عايزة اقول لكم ان انا اكتشفت غير كده خالص. يعني انا فعلا اتعلمت يعني انه مش شرط خالص ان الحسد يجي من حد فقير، لا، الحسد ممكن يجي من حد غني، ويجي على حاجات غريبة جدا، وحاجات يعني مفجعة بصراحة. يعني ممكن حد يحسد حد فقير، حد غني يحسد حد فقير على شطارته مثلا، او انه قادر يعيش بطريقة كويسة رغم ظروفه مش يعني المادية اللي مش احسن حاجة، بس قادر ان هو ينجز بيها ويعمل حاجات كتيرة جدا كويسة قوي. الشخص الغني ده ما فكرش فيها اصلا، ومعرفش مثلا ان هو يعملها او يوصل لها. فسبحان الله فعلا يعني طريقة التفكير دي بتبقى غريبة قوي، ويعني معرفش بصراحة. دايما المفاهيم عندنا بتبقى يعني متركبة في دماغنا كده بطريقة معينة، لكن الواحد بيكتشف حاجات مع مرور الوقت
وبيحسها كده في مواقف معينة بتخليه يستغرب قوي، يعني سبحان الله بجد. قولولي لو متفقين معايا في الرأي او لا، او صادفكم مثلا حاجة زي كده، او مواقف شبيهة لكده. اكتبولي في الكومنتس لو حصل معاكم حاجة شبه كده، او حسيتوا بحاجة شبه كده. يعني دايما القصص بيبقى فيها كده عظة، يعني دردشوا معايا في القصة دي. انا هنا كنت خلاص خلصت التلوين بقى باللون الابيض، وبدأت ان انا ارش السبراي. انا لما بلون بالالوان الاكريليك ما بحبش البس جلوفز، بحب ان انا الون بايدي، يعني بحس ان انا متمكنة اكتر. لكن في السبراي بصراحة لانه غلس وما بيطلعش بالمية، فبستخدم بقى الجلافز عشان حتى لو جه على ايدي او كده ايه تبقى ايديا محمية يعني. لكن الالوان الاكريليك عشان بتطلع بالمية، فبغسل ايدي بالمية والصابون بعد التلوين بتنضف تماما وما بيبقاش فيها اي مشكلة. وده يعني انا دايما بميل للالوان اللي هي بتبقى مائية، ما بحبش الالوان اللي بتتخلط بالتنر او بتتخفف بالتنر وتتنضف بقى بعد كده بالتنر، بتبقى مزعجة جدا، يعني مزعجة في تنظيف الفرش وفي تنظيف ايديكو. والتنر كمان بينشف الجلد جدا. فأنا شخصيا من عشاق الأكريليك، بيدي نتيجة حلوة، وبتبقى إلى حد ما جلاسي شوية في الآخر كده، وفي نفس الوقت مائي وبينضف بسهولة، ولما بينشف بيبقى كويس قوي. ولو بالذات انتوا جايبين نوع كويس نتيجته هتبقى حلوة قوي. وبالمناسبة بقى كمان احنا هنا في مصر عندنا نوع اكريليك، في شركة يعني عاملة رينج واسع جدا من الأحجام والألوان، يعني بيصنعوا كمان مش بس أكريليك، بيصنعوا ألوان تانية. هبقى يعني لو مهتمين اكتبولي، أسيب لكم الكونتاكتس بتاعتهم. وليهم فروع كتير قوي في مصر. فدي حاجة حلوة جدا ان احنا بقينا بنصنع ألوان كمان غير الألوان المستوردة، لأن الألوان المستوردة بقت غالية قوي. ففكرة اننا بقى عندنا ألوان محلية دي حاجة حلوة بصراحة، يعني حاجة تشجع. الهلال صغنون بقى اللي انا كنت لسه برشه ده دلوقتي معاكو، بيجي منفصل لوحده. هما بيبيعوا الفانوس بالهلال بتاعه، ولو مش عايزينه خلاص بتشيلوه، بس هو احلى بكتير بالهلال. وزي ما انتوا شايفين بقى، دي كانت النتيجة النهائية. شكلهم بجد يجنن، يخطف القلب، بجد حلوين قوي ما شاء الله. ومتحمسة جدا ان انا اشوف رياكشن الناس اللي ههادي بيهم، ههاديهم يعني بالفوانيس دي على دخلة رمضان. ومبسوطه قوي ان انا عملت صفقه حلوه كده، ان انا جبت هدايا لعدد كبير من الناس، وفي نفس الوقت ما دفعتش كتير. يعني ممكن اكون دفعت مثلا في كل الفوانيس دي تمن حاجه كنت هدفعها في قطعه واحده بس. ده كان فيديو النهارده، اتمنى لكم كل صحه وسعاده ورمضان كريم عليكم يا رب، واشوفكم في فيديو جديد.